السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ان شاء الله في هذا الفيديو ندير لكم لي كورني معمرين بالكاوكاو والكراميل. كالعاده اللي بغى المقادير بالصوت غنديرهم في الاخر ديال الفيديو. نخليكم مع المقادير والطريقه. اول حاجه كنصاوبوها هما لي كورني. غادي نحتاجو في العجينه ديالهم ربعه ديال الدقيق اللي هو تقريبا 2 كيسان عنبه ونص. غادي نزيدو عليه 60 غرام ديال الزبده اللي هما 3 المعالق كبار، يكونوا عامرين مزيان كيف ما كتلاحظوا. معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، شويه ديال الملحه، ونخلطوا هادشي مزيان بصبعنا حتى يولي عندنا تقريبا بحال الرمله. غادي ناخذ دابا نص كاس عنبه ديال الماء وغادي نبقاو نزيدوه بشويه بشويه حتى تجمع لينا. نص كاس الماء بارد كافي انه يجمع لكم ربعه ديال الدقيق، ولكن الا خصكم الماء غادي تبقاو تزيدوه غير بمعلقه بمعلقه حتى تجمع لكم العجينه. وكي كنقول لكم ديما ما خاصكمش تدلكوها، كتكون هي شويه شاده في راسها، وكي تجمع لكم كتحطوها في شي بلاستيكه وكتخليوها ترتاح نص ساعه. غادي نحتاجو الليمون ديال لي كورني والقطعه ديال البيتزا او الجراره. رشوا شويه تاع الدقيق في بلاصه فين غادي تخدموا. وخذوا كره من العجينه ورققوها بالدلاك، غير ما ترققوهاش بزاف. وداكشي اللي بقى لكم من العجينه خاصو ديما يبقى في البلاستيكه حتى هي دغيا كتنشف في الهواء. وحتى فاش تكونوا كتخدموا حاولوا ما تكثروش دقيق بزاف حيت غير كيقصح عليكم. دابا غادي نقطعها مقاده على طول العجينه، والعرض بوحدو اللي غادي نحسبو خاص يكون فيه سنتيمتر ونص. غادي ناخذ دابا الخيط اللي قطعت وغادي ندورو على الراس ديال المول حتى يبان ليا تسد، وغادي نبقى ندور بايد وايد الاخرى كندور بها العجينه وكنجبدها شي شويه. كيف ما لاحظتوا راه العجينه كنجرها شي شويه باش تشد. ندخلهم دابا يطيبوا على 160 درجه اللي هي حراره منخفضه في فرن الغاز حتى يولي اللون ديالهم ذهبي. ومنين غادي تبرد غادي نحيدوهم من المول. كيف ما كتشوفوا راه المول كيتجمع، غادي توركوا عليه بيديكم وتجروه. دابا منين صوبنا لي كورني غادي نحطوهم على جنب ونمشيو نصوبوا كاوكاو. غادي نشدو 200 غرام ديال الكاوكاو وندخلوها تحمر 15 دقيقه على 180 درجه. ومنين كيبرد كنحيدو ليه القشره ديالو وكنهرمشوه في الطحانه وكنحطوه حتى هو على جنب وكنمشيو نصاوبوا الكراميل. للكراميل في الاول غادي نوجدو في شي جبانيه 80 غرام ديال الكريم فريش اللي هو 4 المعالق كبار يكونوا عامرين.
غادي نزيدو عليها 60 غرام ديال الزبده اللي هما 3 المعالق كبار يكونوا عامرين، ونحطو هادشي على جنب. غادي ناخدو شي كاسرونه اللي غادي نطيبو فيها، وغادي نعبرو فيها 4 ديال السكر اللي هو كاس عنبه وكاس اللاروب، وغادي نزيدو عليهم 2 ساشيات تاع لافاني. انا كملت 4 ديال السكر بديك لافاني. غنديرو شويه تاع الملحه باش ما يجيناش الكراميل الباسل، 2 معالق كبار ديال الخل، ونزيدو 40 غرام ديال الماء اللي هو تقريبا 6 المعالق كبار. ناخدو دابا هاد الخليط ونحطوه يطيب على عافيه متوسطه. لاحظوا معايا في الاول غادي يبدا كيغلي، من بعد غادي يولي صفر فاتح بحال اللون تاع الناباج، من وراها غادي يولي عسلي فاتح، ومن بعد غادي يولي عسلي متوسط بحال لون العسل ديال الشباكيه اللي عنده المحرار توصل تقريبا 184 درجه. دابا غادي نزيدو عليه الكريم فريش والزبده، وغادي نبقاو نخلطو حتى تبان لينا داك الزبده دابت تقريبا شي 20 ثانيه. الكراميل في الطياب ديالو الا طيبتوه بزاف تيكون مر، ولا ما طيبتوش بزاف تيكون اللون ديالو باهت. وما تغفلوش عليه، وحدوا راسكم راه الكراميل تيكون سخون بزاف. دابا منين الزبده دابت غادي نحيدوه من فوق البوطه وغادي نخليوه يبرد. في الاول غادي يبان لكم بحال جاري بزاف، ولكن ما حدو كيبرد كيزيد يتقال. دابا غادي نزيدو عليه الكاوكاو اللي طحنا، انا غربلته باش نحيد منه ديك الغبره اللي رقيقه بزاف، وغادي نخلطوه مزيان ونخلوه يبرد تقريبا شي ساعه. دابا منين الكراميل ولا معلك غادي نعمرو به لي كورني. حاولوا تدكوه شي شويه باش ما يجيكمش خاوي من التحت، وما توركوش على الحلو حيت دغيا كتهرس. كدوزو لهم راسهم في الشكلاط طيب، وكتحطوه فوق الكاوكاو ولا اللوز مهرمش. وممكن ديروه حتى في الشكلاط الابيض وتزينوه بالفيوتين. وهذه هي الكميه اللي كنحصلوا عليها. كنتمنى ان هذه الحلوه تكون عجباتكم، وبالصحه والراحه. المقادير غادي نحتاجو بالنسبه للعجينه، غادي خصنا 4 ديال الدقيق اللي هما 2 كيسان عنبه ونص، 60 غرام ديال الزبده اللي هما 3 المعالق كبار يكونوا عامرين مزيان، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، شويه الملحه، نص كاس عنبه ديال الماء. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو 200 غرام ديال الكاوكاو، والكراميل غادي نحتاجو 80 غرام ديال الكريم فريش اللي هما 4 المعالق كبار يكونوا عامرين مزيان، 4 ديال سنيده، 2 فانيات ولا روحه الفاني، 2 المعالق كبار ديال الخل، 40 غرام ديال الماء اللي هما 6 المعالق كبار. وللتزيين غادي نحتاجو الشكلاط الابيض، شويه الشكلاط الكحل، وكاوكاو مهرمش، والفيوتين.